من العناصر الإجرامية محكوم عليهم بالمؤبد وإزالة شقة مؤبدة. كلهم ليهم اتهامات ومطلوب ضبطهم واحضارهم في قضايا سرقات بالإكراه. ضبط بندقية آلي، طبنجة 2 فرد، كميات كبيرة جدا من الخزن الآلي والذخيرة سواء ذخيرة روسي أو خرطوش. ومشهور عنهم مقاومة السلطات والتعامل بالسلاح، إلا أن التنسيق الكويس والمداهمة في توقيت مناسب وتوقيت متزامن خلاهم ما يقدروش يضربوا علينا الحمد لله نار، وتم السيطرة على على المتهمين والمضبوطات. مش هنسيب حد بيتاجر في المخدرات او بيتاجر في السلاح او بيراعي على الامنين هنسيبه هادي او امن ابدا. الحمد لله بنحمي افرادنا وشبابنا من المخدرات، والبلد نفسها بتبقى سعيده جدا. احنا يكفينا فرحه البلد دي. مصر بخير دايما طول ما في ضباط مخلصه وبتأدي واجبها على اكمل وجه. نقدم ارواحنا لمصر، مش عمرنا ما هندفع عليها باي حاجه ممكن نقدمها لها في سبيل ان احنا نحقق الامان في مصر. ان شاء الله ان شاء الله ننضف البلد من المجرمين باذن الله. ضباط الشرطة وأفراد الشرطة هم أقسموا إنهم يحموا هذه البلاد في قصص التحرر، وبالتالي فإحنا بنحمي هذه البلاد، لا يعنينا أي شيء غير الله، ونحن بنحمي وطننا وبندافع عن حقوق المصريين وبنقلص الجريمة بما استطعنا به.